في حياتنا بنقابل ناس كتير، ناس بتعدي مرور الكرام، وناس تانية بمجرد ظهورها بيسيب اثر غريب جوانا. يمكن قابلت حد لأول مرة ومن غير مقدمات حسيت انك مرتاح له بشكل مش طبيعي. الكلام بينكم ما كانش كتير، ويمكن حتى المقابلة نفسها كانت قصيرة، لكن بمجرد ما بيمشي بتفضل تفكر فيه وتقول لنفسك هو ايه اللي حصل، وليه الشخص ده بالذات شدني. وفي المقابل اكيد بيحصل معاك العكس، قابلت حد الكل بيشكر فيه والكل بيقول انه شخص محترم جدا ولطيف، لكن انت من جواك مش قادر ترتاح، مش قادر تفسر السبب. لا هو عمل حاجة وحشة او حاجة غلط، ولا قال كلمة تضايقك، لكن جواك احساس خفي بيقول في حاجة مش مريحة. وده بيخلينا نسأل سؤال مهم جدا، هو ليه احنا بننجذب لبعض الناس من اول مقابلة، وليه في ناس تانية مهما حاولوا يقربوا بنفضل حاسين بمسافة بيننا وبينهم؟ ليه الموضوع مجرد شكل؟ هل الموضوع مجرد شكل، كاريزما، ثقة بالنفس، ولا في اسرار اعمق بكتير بتحصل جوه عقلنا من غير ما نحس؟ والحقيقة هي ان الانجذاب الاول من اكتر الظواهر الانسانية الغامضة، لانه بيحصل بسرعة رهيبة، اسرع مما تتخيل. بعض الدراسات النفسية بتقول ان اول انطباع عن الشخص اللي قدامك بيتكون خلال ثواني معدودة، يعني قبل حتى ما الشخص يكمل اول جملة عقلك بيكون بدأ ياخد قرارات مبدئية عنه. وده لان مخ الانسان اتصمم طول عمره انه يقرأ البشر بسرعة. يعني زمان جدا القدرة على تقييم اللي قدامك بسرعة كانت مرتبطة بالبقاء نفسه. هل الشخص ده آمن؟ هل ممكن اثق فيه؟ هل بيمثل خطر؟ الاسئلة دي كانت بتحسم الموضوع بسرعة، ومع الوقت بقت جزء من طريقة عمل عقلنا لحد النهاردة. لكن المدهش ان العقل مش بيشتغل بالكلام بس، بالعكس جزء ضخم من التقييم بيحصل من حاجات غير منطقية او غير منطوقة، يعني مش بالكلام. تعبيرات الوش، سرعة الحركة، نبرة الصوت، نظرات العين، المسافة اللي بيقفها الشخص منك، كل دي اشارات المخ بيحللها في الخلفية من غير ما تاخد بالك. عشان كده ممكن شخص يقول كل الكلام الصح ومع ذلك تحس انه مش حقيقي. ممكن يكون شخص تاني يكون بسيط جدا في كلامه لكنك ترتاح معاه جدا، لان الانسان بطبيعته بيقرأ ما وراء الكلمات. احيانا احنا مش بننجذب للشخص نفسه، احنا بننجذب للاحساس. احنا بننجذب للاحساس اللي بيخلينا نحسه واحنا معاه. ودي نقطة فارقة جدا. يعني ممكن يكون الشخص ده بيخليك تحس بالامان او بالهدوء او بالاهتمام او حتى بالاعجاب بنفسك. كل احساس من دول بيأثر على الانجذاب بشكل ضخم. يعني مثلا في ناس عندها قدرة غريبة على انها تخليك حاسس انك مسموع، بتتسمع، انهم مركزين معاك فعلا وسط عالم كله مستعجل. الشخص اللي يسمعك بالصدق بيبقى نادر جدا، وعشان كده مجرد احساس ان حد شايفك فعلا ممكن يخلق انجذاب قوي جدا. لكن في جانب اعمق بكتير، جانب اغلب الناس مش بتفكر فيه، وهو اننا غالبا بنرتاح للمألوف. المخ بيحب المألوف جدا، بيعتبره منطقة الامان بالنسبة له. عشان كده احيانا بنرتاح لشخص لانه بيفكرنا بحاجة عرفناها قبل كده، مش شرط نفس الشخص حرفيا، ممكن نفس الاحساس. يمكن نبرة صوته شبه حد كنت بتحبه، يمكن طريقته في الضحك شبه حد كان قريب منك، يمكن هدوءه
بيفكرك بإحساس افتقدته من زمان. العقل الباطن بارع جدا في عمل الروابط دي، والمشكلة اننا غالبا مش بنلاحظ ده. احنا بنقول ببساطة مش عارف ليه بس ارتحت له، لكن الحقيقة ان في تاريخ كامل جواك بيشتغل. كل علاقة دخلتها، كل خيبة مريت بيها، كل حب عشته، كل احتياج دفنته، كل ده بيشارك في تشكيل انجذابك. يعني الانجذاب مش بيبدأ من الشخص اللي قدامك بس، لكن بيبدأ من اللي جواك انت. ودي فكرة مهمة جدا، لان ناس كتير فاكرة ان الانجذاب معناه توافق، وده مش صح دايما. في فرق كبير جدا بين ان حد يجذبك ليه وانه يكون مناسب ليك. ممكن تنجذب جدا لشخص لانه بيصحي جواك مشاعر قوية، لكن المشاعر القوية مش معناها علاقة صحية. في الحقيقة احيانا الاشخاص اللي بيجذبونا بشدة هم نفس الاشخاص اللي بيلمسوا جروح قديمة جوانا. خليني اوضح ده. يعني لو شخص عاش طفولة فيها عدم استقرار عاطفي، ممكن يكبر وهو منجذب للاشخاص اللي بيكونوا غامضين او المتقلبين. ليه؟ لان عقله بيربط الحب بعدم اليقين، فبدل ما بينجذب للهدوء بينجذب للتوتر لانه مألوف بالنسبة له. وده سبب ان بعض الناس بتدخل نفس العلاقات المؤذية مرة واتنين ورا بعض، كل مرة بيقولوا المرة دي مختلفة، لكن في العمق هما منجذبين لنفس النمط. الشخص البارد، الشخص البعيد، اللي بيدي اهتمام ويختفي. النوع ده ممكن يخلق إثارة عاطفية شديدة، والبعض بيخلط بين الإثارة والحب. يعني دول مش نفس الحاجة، لكن دول مش نفس الحاجة. الحب الصحي غالبا فيه هدوء أكتر مما الناس متخيلة، مش لازم يكون مليان قلق وخوف وانتظار. ومع ذلك لأن بعض الناس اتعودت تربط الحب بالشد والجذب، فالهدوء بيبان ليهم ممل، ودي مفارقة مؤلمة جدا. يعني احيانا الشخص الصح ما بيجذبكش بنفس قوة الشخص الغلط، على الاقل في البداية. وده ليه؟ لان الشخص الصح غالبا مش بيلعب على مخاوفك، مش بيخليك طول الوقت متوتر او مستني رسالة او خايف من الاختفاء. هو ثابت، واضح، صريح. لكن عقلك متعود على الفوضى. الثبات نفسه ممكن يبدو غريب. ومن هنا بنفهم حاجة مهمة جدا، ان الانجذاب الاول مش دايما بوصلة دقيقة، هو اشارة لكنه مش حكم نهائي. يعني لازم ندي فرصة للوقت، لان الوقت عنده قدرة عجيبة على كشف الناس. في ناس اول لقاء معاهم بيكون عادي جدا، يمكن حتى بارد، لكن مع الوقت تكتشف فيهم عمق وصدق ودفء ما كانش ظاهر من البداية. وفي ناس بيظهر العكس تماما، انبهار كبير من اول لحظة، كاريزما، سحر، حضور قوي، لكن مع الوقت القناع ده بيقع. عشان كده النضج الحقيقي في العلاقات هو انك تحترم احساسك الاول، لكن ما تستسلمش ليه بالكامل. اسأل نفسك دايما، انا منجذب للشخص ده ليه فعلا؟ هل لانه مناسب ليا ولا لانه لمس احتياج جوايا؟ هل انا مرتاح له فعلا ولا فقط مفتون بالغموض؟ صدقني الاسئلة دي بتفرق جدا. كل ما فهمت نفسك اكتر كل ما قدرت تفهم اختياراتك العاطفية اكتر. ويمكن هنا بنكتشف السر الحقيقي، سر الانجذاب الاول مش مجرد كيمياء بين شخصين وبس. السر الحقيقي هو خليط معقد جدا من الذكريات، الاحتياجات، التجارب، المشاعر القديمة، الاشارات الصغيرة اللي عقلنا بيلقطها في ثواني. كل ده بيتجمع في لحظة واحدة ويخلق احساس صعب جدا نشرحه بالكلام. احساس بيخليك تقول في حاجة هنا مختلفة، وفي النهاية ممكن تفتح باب لحكاية كاملة. في النهاية يمكن اجمل شيء في العلاقة الانسانية هو الغموض ده،
ان نظرة واحدة ممكن تفتح باب لعلاقة كاملة، ان مقابلة عابرة ممكن تغير حياتك، ان شخص ما كنتش تعرفه امبارح ممكن بكرة يبقى اقرب حد ليك. لكن في نفس الوقت لازم تفتكر دايما ان الشعور الاول مش النهاية، هو مجرد بداية، والبداية مهما كانت قوية مش بتكفي لوحدها لبناء علاقة كاملة. العلاقة الحقيقية بتتبني بالوقت، بالمواقف، بالصدق والاحترام، بالوعي. السؤال بقى ليك دلوقتي، هل قابلت قبل كده شخص حسيت من اول مرة من اول لحظة ان بينكم انجذاب غريب وحقيقي؟ وهل احساسك الاول طلع صح فعلا، ولا الايام كشفت حقيقة مختلفة تماما؟ اكتبوا لي رأيكم في التعليقات، ولو حابين الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك، ونشوف بعض في فيديو جديد من حكايات. سلام.